صعب جدا جدا. يعني انا تخيل انا ليلة عرسي انا، تمام، ليلة عرسي انقصف بيتنا وتهجرنا وطلعنا من البيت، طلعنا من ثيابنا. تخيل القصف جاكم ليلة زواج؟ ليلة زواجي انا طلعت وانقصف بيتنا وطلعنا، تهجرنا من كذا منطقة، تهجرنا شي 7 مرات. الحمد لله على كل حال. يعني انت مهجر بحالة حرب وبحالة معيشة وعلاج كمان مع بعضه كلياته. وش الانسان له طاقة يعني. وش تشتغل الحين انت؟ بشتغل على بسطة بالشاي، نهرب من البلدية كمان ليل نهار. عندك وبيتي اجار كمان الحمد لله. اجار $150، كل شهرين 3 بيزود شوي، صار بده $200 غرفة واحدة فيها 6 اشخاص قاعدين بغرفة. هلا 6 اشخاص عندي. شوف ولدك وما تقدر تعالجه، يعني تتمنى حالك تموت ولا تشوفه هيك. الشغل اللي انت تشتغله الحين ما تقدر تجمع المبلغ؟ الشغل ما دوب يعني يا ايش بصلى على الحالة هاي بطل خلقت، صار عمره 7 سنين 7 سنين ما قدرت. ما قدرت لا. واذا قلت لك انها ابشر باذن الله سبحانه وتعالى بعلاجها وان شاء الله انها ترجع تمشي ما ترجع للدراسه. شو ما يا زلمة علاج يا زلمة مستحيل يا زلمة مستحيل. انا اقول لك ابشر، انا ندفع المبلغ على عيني وراسي بس ما بصدق انا. والله العظيم. والله اني اقسم بالله ان شاء الله نروح انا وياك باذن الله المستشفى ويتم علاجها بشربه. بابا امين يا رب العالمين. اسوي لك عملية والله. يعني انا راح امشي مثل العالم. ايه والجد ايه تكرم عيني. ايش قلتي؟ انا راح امشي مثل العالم. ابشري والله. الله يكتب خيرك. خير الله سبحانه. الله تمشي مثل العالم واحسن من العالم. انت اجمل بنت في الدنيا، كلك جميله بسم الله عليك. صح انه القشور حلو، بس الوجع مو حلو بس. يا الله. طبعا كلنا بنعرف الإعلامي أو المشهور عبد الرحمن المطيري اللي معروف على مستوى العالم ما شاء الله تبارك الله عليه. هو الآن موجود بسوريا. ما رح ننسى اللي عم بيعمله الأخ عبد الرحمن المطيري من المملكة العربية السعودية، اللي هي المملكة سباقة حكومة وشعبا، وعم يغمرونا بفضلهم كسوريين. نحن اليوم عبد الرحمن المطيري موجود في سوريا من أكثر من شهر تقريبا، وأنا عم تابعه. شفت له مقطع للحرمة اللي بيتها كان تحت الأنقاض وعمرها، والآن عم شوف له هذا المقطع اللي صدقا بيوجع القلب. الله يجزيك عنا خير الجزاء يا أخ عبد الرحمن. محتوى يعني بيرفع الراس. الله يعوضك خير ويبشرك بما يسرك بالدنيا والآخرة، اللهم آمين. وأجرك إن شاء الله من رب العالمين تاخذه بالدنيا قبل الآخرة. الله يجزيك الخير. الله يجزي المملكة العربية السعودية عنا كل خير وشعب السعودية. والله العظيم إنه اللي عم تعمله بفطر القلب وبيسعد الروح. الله يسعدك كما عم تسعد الناس ويجبر خاطرك مثل ما عم تجبر خاطر الناس، وكله إن شاء الله الله بيجعله بميزان حسناتك. تحياتي لكم. حبيت أتشكر هالشخص الجميل الكبير الأخ عبد الرحمن المطيري، وطبعا في مثله متايل من إخواننا السعوديين، ولكن نحكي عن شخص منهم، ومع احترامي لكل الأشخاص ومشكورين كلهم بما يقدموا وراح يقدموا وقدموا. يعطيكم العافية.